السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة جديدة من المطبخ الهندي، باتر تشيكن. هعملها لكم بطريقتي. سهلة جدا، بأبسط وأسرع طريقة هتعملوها. بصوا، حاجة كده من الآخر لذاذة وتغيير كده عن الأكل بتاعنا التقليدي، وخاصة ان احنا داخلين على رمضان بنحب نجدد ونحب نعمل أكلات جديدة. الأكلة دي بقى أنا بسميها أكلة الروقان أو أكلة المزاج. لما بكون متضايقة أو مزاجي مش حلو بقوم أعملها وأجهزها، بحس كده بتغيير، وبحس وأنا باكلها كده إن أنا خلاص يعني الدنيا ظبطت. فكمان عشان هي سهلة ومش بتاخد معايا مواعين كتير، دي أساسي. وكمان مبتاخدش وقت في المطبخ ولا وقفة، وغير الطعم الخطير الملكي بجد. يعني تحسي ان انتي قاعدة كده في افخم المطاعم وانتي عاملاها. لا خدت مننا وقت ولا مجهود ولا تعب، وكمان في التكلفة مش مكلفة يعني زي بقية الاكلات التانية. فتعالوا نشوف كده مع بعض عملتها ازاي. انا هنا كده جبت صدر فرخة، او ده طبق صدور فراخ كده، وغسلاه كويس جدا طبعا ومنضفاه. وبحب افرزه كده نص تفريزة علشان لما اقطعه مكعبات بالشكل ده كده يطلع معايا بشكل متساوي وتبقى سهلة معايا في التقطيع. وكمان لازم نشتغل يا جماعة في الفراخ وهي تكون شبه مجمدة، علشان البكتيريا اللي في الفراخ ما تنشطش مننا، وكمان تطلع زفارة او حاجة او طعم مش حلو في الاكل. انا هنا كده قطعت الفراخ بتاعتي مكعبات متوسطة بالشكل ده كده. هبدأ اجهز لها بقى التتبيلة بتاعتها، وهي هتكون تتبيلة سهلة وبسيطة جدا. عبارة عن فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وجنزبيل، وبهار فراخ. البهارات بتاعتنا اللي موجودة في كل بيت، سهلة جدا وبسيطة، وكمان بتديني طعم حلو قوي قوي للفراخ. عندنا جنزبيل فريش، ياريت نحطه. انا كان عندي باودر فحطيت باودر عادي جدا. بحب كمان احط معلقة كده من المستردة. بتخلي الفراخ كده دماززة، وطعمها بيبقى اضافة حلوة، كمان بتخلي الفراخ طعمها حلو معايا قوي، وبتخلي التتبيلة بتاعتي جميلة. انا هنا كده خلاص بتبل الفراخ بتاعتي وبقلبها كويس قوي، واتاكد ان كل قطع الفراخ اتغلفت كويس بالتوابل. وطبعا بالمعلقه انا كده مش مرتاحه وانا بقلب، حاسه ان في قطعه لسه ما وصلهاش التتبيله. فبدات بايدي كده ان انا لبست الجلوفز وبدات اقلب الفراخ كويس علشان اتاكد تماما ان الفراخ اتغلفت معايا كويس قوي، وكل قطعه من الفراخ بقى وصل لها التتبيله. تمام بالشكل ده كده. انا كده الفراخ بتاعتي خلاص جاهزة، ما خدتش مني اي وقت. هحطها بقى في التلاجة على ما نجهز الصوص. انا هنا كده جبت نص كيلو من الرز البسمتي البني. انا بحب البسمتي الذهبي، وبغسله بنقعه كده في مية نظيفة. وبعدين خلاص كده الاكلة بتاعتي خلصت والوصفة بتاعتي جاهزة. اساسيات الوصفة بتاعتي النهاردة، وهي برضو الزبدة. عندي كده مكعبات من الزبدة، حوالي 100 جرام من الزبدة. وعندي هنا بهارات جافة هنستخدمها مع الرز. هنا في حلة كده ضفت معلقة من الزيت على معلقة من أو قطعة من الزبدة. نزلت بالقرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود الصحيح، بشوحهم كده تشويحة خفيفة في الزبدة والزيت. وهنزل عليهم بكمية المية المناسبة للرز. الرز البسمتي تقريبا بياخد ضعف الحجم، يعني كمية الرز بتاخد ضعفها مية. يعني أنا هنا مستخدمة 3 كوبايات من الرز، هضيف لهم 5 كوبايات مية. يعني المفروض 6، بس انا بحب يبقى مفلفل شوية فبضيف 5 كوبايات من المية. بحط بهارات الرز بصحيحة، بحط بس رشة من الجنزبيل البودر، وخلاص على كده بيبقى الرز بتاعي جاهز. ودي اسهل والذ طريقة للرز البسمتي الابيض. في طاسة تانية كده على النار سخنتها كويس، وبعدين بدأت احمر او اسوي قطع الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده في زبدة وزيت. انا اسفة المقطع ده اتحذف مني، ولكن ده اللي حصل. انا حطيت طاسة على النار سخنتها كويس، حطيت فيها قطعة برضو من الزبدة وشوية من الزيت، وبدأت اسوي الفراخ فيها بالشكل ده كده. لما تحسوا ان الفراخ خلاص دخلت في التسوية تماما بالشكل ده كده، ببدأ اخرجها على طبق. وانا هنا بعمل الفراخ بتاعتي على مرتين، بحيث ان هي تاخد صدمة في الطاسة وما تنزلش ميتها، وكمان تفضل طرية وجوسي من جوه. احنا عارفين ان الصدر بيبقى ناشف، فلازم احتفظ بطراوته ان انا اديله صدمة في الطاسة وهي سخنة. ده شكل الفراخ بتاعتنا وطالعة بالتتبيلة بتاعتها جوسي، وطعمها وريحتها حلوة جدا. في الدور التاني برضو بنزل بقطعة من الزبدة وبشوية من الزيت،
وببدأ احمر او اسوي الفراخ بتاعتي او بقية كمية الفراخ بتاعتي بنفس الطريقة بالشكل ده كده على نار هادية. وبعدين بغطي عليها بقى شوية لما الفراخ خلاص تدخل في التسوية، بتاخد تقريبا 10 دقايق. شايفين الأكلة مفيش أسهل ولا أسرع ولا ألذ من كده. جربوها يا جماعة والله العظيم هتعجبكم جدا، وإن شاء الله تعملوها في رمضان وفي الأيام العادية هتعجبكم قوي قوي قوي. تغيير وتجديد وحاجة جديدة وحلوة. تمام. بغطي على الفراخ بس تستوي معايا شوية. كانت مية الرز عندي هنا خلاص غليت معايا. هنزل بقى فيها بالرز البسمتي اللي انا غسلاه ونقعاه حوالي نص ساعة في مية عادية خالص من الحنفية، وبسيب الرز يتشرب معايا. وبعد ما يتشرب انا بهدي النار عليه خالص. كانت الفراخ خلاص استوت معايا بالشكل ده. بقية الكمية بطلعها بقى في طبق، وببدأ بقى نشوف الصوص بتاعنا الرهيب اللي هو اساس طعم الاكل النهاردة. وده بصوا بقى العظمة بتاعت الاكلة، حاجة كده في حتة تانية خالص. طعم جديد اول مرة اجربه بس بجد شدني وطعمه لذيذ ومختلف. في نفس الطاسة من غير ما ننضفها ومن غير ما نعمل فيها اي حاجة، انا عايزة كل الطعم اللي نزل من الفراخ ده يفضل معايا. نزلت ببصلتين متقطعين باي طريقة، مش شرط طريقة معينة. انا مقطعاهم كده قطع مربعات صغيرة، ونزلت عليها برشة ملح ورشة فلفل وسن توم كده خفيف مهروس. بقلبهم كده مع بعض التشويحة كده على السريع على الهادي. وهنيجي بقى لسر الطعم بتاع الصوص بتاع النهاردة، وهي كوباية من الكاجو. انا طبعا عاملة كمية كبيرة اللي تكفي 5 افراد، فانا عاملة كمية صوص كبيرة. فبنزل بكوباية من الكاجو وبحط عليها كوباية مية وبهدي النار، وبسيب بقى خلطة البصل مع الطماطم مع الكاجو ورشة ملح ورشة فلفل وسن توم كده مفروم. هي دي كل حاجة. اول ما بهدي النار شايفين الطاسة بتطلع بقى كل النكهات اللي هي واخداها من الفراخ مع الصوص، بتبقى خطيرة. بحطه بقى في الخلاط مع كوباية مية بضربه، بعدين برجعه تاني للطاسة او للحلة اللي احنا بنطبخ فيها، وبحط عليه كده شوية كمان من المية. هو تقيل ما شاء الله. الكاجو هنا يا جماعة عامل شغل خطير خطير بجد، مخلي الصوص كريمي طعمه حلو قوي قوي قوي. مفيش اثر للبصل ولا للطماطم. شايفين لون الصوص اصلا خطير خطير بجد والله ادمان. بعد ما بحطه بالشكل ده كده بحط معلقة كده من هريسة الشطة، عشان هو طبعا اكل هندي فلازم نحط شطة. عايزة تحط شطة يعني باودر حطيها عادي، بس انا بحط الهريسة بتديني طعم حلو، وكمان بتخلي الصوص بتاعي كريمي زي ما هو، مفيش فيه اي حبوب ولا اي حاجة. برجع الفراخ تاني للصوص وهدي النار، وبعدين بضيف لها نص كوباية من كريمة الطهي، او تقدري تحتفظي بوش اللبن برضو كريمة. وبحط كمان بقى قطعة كبيرة كده من الزبدة، وبتبقى كده اخر اضافة معايا في الصوص بتاعي. بتبقى جميلة جدا جدا. الوصفة دي طعمها خطير خطير يا جماعة. بظبط بقى الملح بتاعها وبظبط الدنيا كده، وخلاص بقت كده جاهزة معايا الاكلة. شوفوا جهزت في ثواني. بتتغرف بالشكل ده الفراخ متغلفة بقى بالصوص. ريحة الصوص الكاجو مع الخلطة اللي احنا عاملينها مع الفراخ بصوا خطيرة. والرز ابيض مفلفل ما شاء الله شكله خطير. طعمها حلو قوي، سهلة وسريعة ومخدتش مننا اي وقت ولا اي حاجة. شكلها بيبقى كده في التقديم طعمها احلى بكتير. اتمنى تجربوها، وصفة جديدة على مطبخنا، بس ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. واستنى اشوف رايكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات رمضان. استنوني.